ايه اول حاجة بتعملوها بعد صلاة العيد؟ زمان واحنا صغيرين في بيت جدي كان بياخدنا الصبح بعد ما يصلي العيد يرجع على البيت يفطر، وبعدين ياخد اطفال العيلة ننزل معاه، ناخد جولة بالسيارة بالعربية نلف على بيت بيت نعيد عليه وندخل. تيتا فلانة، طنط علانة، جدو فلان، وندخل نقعد نص ساعة بالظبط في البيت، هزار وضحك واستقبال وده، ونلعب مع الولاد اللي في البيت، وبعدين ننزل نروح للبيت اللي بعده، بعدين نرجع على العصر نتغدى في البيت مع جدتي ومع العيلة كلها. بس كان طقس حلو قوي، كنت بشوف فيه شيء من المودة والحب والصدق في المشاعر، ان انا مش بس كفاية ان انا اقول لك كل سنة وانت طيب بتليفون، لا انا جاي لك او جاي للست الكبيرة دي او رايح لفلان ده او رايح لفلانة دي. وبقى تاني يوم البيت عندنا يتملي ضيوف، كل الناس جاية تزور جدي، هو كان عنده إحساس بالمسؤولية فكان دايما يبادر يروح، هو إحساسه إن هو الأكبر. فأول يوم في العيد ده كان بالنسبة له هو أنا جاي عشان أطمن عليكم، مش بس عشان أقول لك كل سنة وأنت طيب يا طيب، لا، ده أنا كمان جاية عشان خاطر أطمن عليك أو عليكي. لأنه كان أحيانا بيبقى فيه ست كبيرة مثلا فقدت جوزها، جدة من الجدات، يعني أنا مش بتكلم عن ناس بسيطة، لا أنا بتكلم عن العيلة. تاني يوم كل الناس بتيجي تعيد على جدي، والبيت بيتملي برضه بهجة وفرحة وسرور، كل سنة وإحنا طيبين. ويا رب العادات الحلوة دي ترجع لنا تاني، ونفتكر بقى سوا مع بعض. قولولي ذكرياتكم عن العيد، وأول حاجة دايما كنتوا بتعملوها في يوم العيد إيه؟